بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب العلم يتعلمون العلم، ولكن كل واحد له هدف من تعلمه للعلم. فالبعض يتعلم العلم من أجل الشهرة، والبعض من أجل إثارة الفتن، والبعض من أجل الوصول إلى مناصب معينة. لكن بعض من الذين يتعلمون العلم يسعون لخدمة الناس، وهكذا الحال. كما أنه ليس كل العلم فهو نور، فبعض العلم ظاهره نور وحقيقته هو جهل. كما في علم المنطق أنه يعني هذا النوع من الجهل، يعني الإنسان يجهل شيئا وهو غير ملتفت إلى جهله، بل وهو يعتقد أنه من أهل العلم. فهذا يعني يسمى في علم المنطق بالجهل المركب، أي أنه جاهل جهلين: الجهل بالواقع والجهل بهذا الجهل. والجهل المركب أكبر عارض يتصف به الإنسان الذي يحسب نفسه عالم بحقائق الأشياء، وهذا الذي نراه ونلاحظه يقوم به الدكتور محمد الفايد. هذا المغرور الذي يرى نفسه أنه أفقه عالم في العالم الإسلامي، وهو رجل دين، وهو يتصف بالعلم وبالرؤية الثاقبة. فأنا أحببت أن أتحدث بخصوص نقطة تحدث عنها، والتي هي أنه الدكتور محمد الفايد قال بأنه لا يؤمن بأن رسول الله معصوم في كل يعني في أقواله وأفعاله، وإنما هو معصوم فقط في الوحي، وأما في غير الوحي فلا نأخذ منه. هكذا هو قال. بمعنى آخر هو يريد أن يقول بأن رسول الله في غير الوحي قد يخطأ، وهو إنسان كسائر الناس يخطئون. فأنا أجيب الدكتور الفايد: إذا كان رسول الله كما يعتبره الفايد أنه يرتكب الآثام في غير الوحي كما يدعي، فمعناه أن الوحي مشكوك فيه، لأنه ينزل على شخص غير صادق، يستطيع أن يكذب، يزيد، ينقص في الآيات. ثانيا، إذا رسول الله صلى الله عليه وآله كان غير معصوم كما يدعي هذا الجاهل، وأنه فقط معصوم في الوحي، فهذا معناه أن سنته ضرب بها محمد الفايد عرض الحائط. فأنت تعرف، فأنت يعني دكتور محمد أنك تبحث عن أشياء قد حسمت للمسلمين منذ مدة، وأنت تريد إثارتها. فهل يعقل يا مسلمين أن رسول الله يرتكب الآثام كما يدعي محمد الفايد؟ ورسول الله يرتكب الآثام، فكيف هو مثقل بالآثام وهو ينزل عليه الوحي؟ كيف يرتكب الآثام وهو والاعتقاد برسول الله يعد من أصول الدين عند المسلمين؟ قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله تعالى صان الوحي وجعل الملائكة معصومين من كل الآثام، من السهو والنسيان إلى غيره. فحتى الإنسان العادي تجده يجتهد لكي يترك المحرمات. فلذلك أنت تقول بأن رسول الله يخطأ إلا في الوحي، والاعتقاد برسول الله ليس معصوما. فأنت تعرف ويعرف الجميع بأن أقواله وأفعاله، فالذي يشكك في عصمة رسول الله
يشكك في صحة القرآن، لأنه نزل على شخص قد يكون في فترة نزول الوحي يرتكب المعاصي، يستطيع أن ينقص، يستطيع أن يزيد، وبذلك هناك شك في الوحي. هكذا يريد أن يقول محمد الفايد، ومن يفكر كما يفكر محمد الفايد. فحتى المسيحيون والملحدون يحتجون علينا ويعطون للشباب أدلة بأن المسلمون أنفسهم لا يصدقون برسالة رسولهم، فأنتم تعطون وأمثالكم يعطون الذرائع للملحدون وللمسيحيون لكي يجعلون من ترهاتكم حجة ضد على المسلمين، ولكي يغرروا بالذين لا علاقة لهم بالعلم ولا علاقة لهم بالبحوثات، ويعطون ويقنعونهم لكي يكفرون بالله ويتلحدون ويتمسحون.